فهم قرار المرأة بالانسحاب من علاقة بيتبصله دايما على إنه خيانة أو تقلب، لكن في الحقيقة القرار ده بيكون نهاية الصبر، لأن الست ما بتبيعش بسهولة. الست لما بتحب بجد بصدق تبني عالمها مع اللي اختارته، بتتحمل أخطاء وبتتغاضى عن أوجاعها، بتبرر له، ما بتبصش لغيره، وده مش بدافع ضعف ولا حاجة، دافع أمل. ما بتسيبش هي أو بتنفصل لأسباب بسيطة، بالعكس ده بتفضل تقاوم لحد ما بتنتهي طاقتها العاطفية والنفسية. الواقع إن المرأة أو الست ما بتقدرش تبيع الراجل إلا إذا حست إن هي خلاص أهملت، اتكسرت، إن هو مش قادر يحترم حبها. الإهمال هو القاتل الصامت. أكبر أخطاء بعض الرجال إنهم لما بيضمنوا حب الست توقفوا عن اهتمامهم بيها، ظن منهم إن وجودها مضمون، وإن زعلها لحظة عابرة، وإن قلبها دايما هيغفر ويسامح عن أي مرة، وإن كل مرة فيها بتبكي فيها بصمت أو بتنام وقلبها موجوع، وإن هي بتتقطع من جواها، أو إن هي بتحس بخيبة أمل، أو إنه بيتاكل من رصيدها. كل ده بياكل من رصيدك في قلبها لحد في الآخر ما بينفد رصيدك نهائي. أول رصيدك بيخلص بيجي اليوم اللي بتصحى فيه الست لا بتبكي ولا بتعاتب ولا بتغضب، بالعكس بتلاقي الصمت أخطر علامة تعرف فيها إن هي خلاص توقفت عن إصلاح أي حاجة في العلاقة، خلاص قلبها قفل باب، وإن حبها خلاص بقى ماضي. حتى لو رجع الراجل ندم، ساعتها الست خلاص اديته كل حاجة كانت تملكه، وما بقاش باقي حاجة تديها له. قرار الانفصال ما بيجيش فجأة، بيبقى عبارة عن سنين وشهور من التراكمات. من المنطقي قوي إن العلاقة تتبني على التفاهم والاحترام والتقدير والمشاركة، مش على الاستنزاف والتجاهل. الست مش مسؤولة عن نجاح العلاقة، هي محتاجة لشريك يقدر ده، يسمع، يحس، يشعر بيها، يحترمها. الإسلام أكرم الست وحث الرجل على الإحسان إليها. قال النبي صلى الله عليه وسلم: استوصوا بالنساء خيرا. والراجل اللي بيقسو أو بيهمل أو بيؤذي قلب أو حبيب بيناقض تعليم دينه، لأن قالك إيه؟ وعاشرهن بالمعروف أو تسريح بإحسان. الدين ما بيفرضش على المرأة البقاء في علاقة تؤذيها نفسيا أو معنويا، لأن ربنا ما بيرضاش بالظلم. اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة. ما تعتبرش صبر الست ضعف، ولا عتابها إزعاج، ولا سكوتها رضا، واحذر إن هي توصل للحظة تصمت فيها من غير تفسير، سيبك من غير حتى ما تقولك وداع. ساعتها مش هترجع لك أبدا، حتى لو انت بكيت بين إيديها مش هترجع لك. عايزة أقول برضو رسالة لكل الستات: قوتك في صبرك، لكن ما تسمحيش بأنه يتحول الصبر ده لإهانة. الحب مش معناه ذل، والتسامح مش معناه إنك تقبلي بالأذية. سيبيه لما بتحسي إن وجودك مش مقدر، قلبك غالي، وروحك أثمن بكتير أوي من إن هي تستهلك في علاقات ميتة وعلاقات مؤذية، لأنها حبت بإخلاص ومش لاقية مقابل. قرارها بالرحيل مش بيع للحب، احترام لذاتها وكرامتها. واللي مش فاهم ده النهاردة هيفهمه بعدين، بعد فوات الأوان.